السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم متابعي قناة رياضة الأندية. نتمنى منكم الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم آخر مستجدات كرة القدم السعودية. وقبل البدء هذا المقطع برعاية متجر أضواء، متجر متخصص في كل ما يخص قطع غيار السيارات وإكسسواراتها وتوفيرها بأفضل الأسعار، خصومات خيالية وأسعار لا تنافس وطرق دفع متعددة. رابط المتجر في أول تعليق. محمد نور يوجه رسالة قوية إلى لاعب الاتحاد: الجمهور لن يرحمك. الاتحاد يوقع مع اللوباتيجي. كورنادو نونو سانتو دفع الثمن وننتظر قرار الإدارة. هل يخطف طلال حاجي لقب أصغر لاعب يمثل الأخضر السعودي؟ نجم الهلال يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة 13 من الدوري السعودي. وجه محمد نور نجم الاتحاد السابق رسالة قوية إلى عبد الرحمن العبودة بعد عودته للمشاركة في مباريات العميد مجددا، حيث ظهر العبود لأول مرة في هذا الموسم كبديل في فوز الاتحاد على أبها ب4 أهداف مقابل هدفين بالجولة 13 من دوري روشن السعودي، وذلك بعد استبعاده من المشاركة بقرار من المدرب المقال نونو سانتو. وقال محمد نور في رسالته إلى العبود خلال حديثه عبر قناة السعودية: عبد الرحمن العبود، الكل طالب بعودتك وهذا ما حدث الآن. وتابع: الآن خصمك ليس نونو سانتو أو رئيس النادي، بل خصمك الجمهور، ولا أحد يرحمك، وعليك أن تلعب بتركيز وتثبت نفسك وتظهر للجميع أنك تعرضت للظلم حينما استبعدك المدرب نونو سانتو. وأكمل: حتى لو أخطأت واعتذرت من المدرب لم يسمح لك بالعودة، فهذه فرصتك، وكلنا طالبنا بعودتك ولكن لن نتقبل منك أي تصرف غير محسوب. وأشار محمد نور إلى أن سوء إعداد الفريق قبل بداية الموسم هو السبب الرئيسي في النتائج السلبية وإقالة نونو سانتو. وكان نادي الاتحاد قد أعلن الأسبوع الماضي عن إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو بعد عملية تقييم شاملة للفريق في المرحلة الماضية، وتم تعيين حسن خليفة كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع آخر أجنبي. ويعمل نادي الاتحاد في الوقت الحالي على حسم ملف التعاقد مع المدرب الإسباني جوليان لوباتيجي لقيادة الفريق في المرحلة القادمة خلفا لنونو سانتو. ومن جانب آخر أكد البرازيلي إيغور كورنادو نجم نادي الاتحاد أن فريقه بانتظار تحديد المدرب الذي سيتولى قيادة العميد، مشيرا إلى احترام الجميع للمدرب السابق نونو سانتو. وقال كورنادو في تصريح لبرنامج دورينا غير عبر قناة السعودية: مباراتنا الماضية أمام أبها لم تكن سهلة، كان من الضروري الفوز عليهم وعملنا بجد لتحقيق ال3 نقاط ونجحنا في ذلك. وأضاف: شعرنا بتغيير كبير أمام أبها، لعبنا في ملعبنا وكنا مطالبين بتحقيق الفوز، ونحن كلاعبين لدينا مسؤوليات. وزاد: حاليا ننتظر قرار النادي لتحديد المدرب الذي سيتولى قيادتنا، والجميع احترم مدربنا السابق نونو سانتو وعمله، ولدينا علاقة جيدة به. واختتم: سانتو عمل معنا لأكثر من موسم وجلب لقبين للفريق الاتحادي، وهذه هي كرة القدم. ندرك جميعا أننا في وضعية معقدة نوعا ما، والمدرب هو من يدفع الثمن دائما في مثل هذه الحالات، لكننا نشكره على عمله. وفي ذات السياق كشفت مصادر عن أن مسؤولي نادي الاتحاد تمكنوا من الحصول على توقيع المدرب الإسباني جوليان لوباتيجي لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالي نونو سانتو. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لموقع سبورت 24 أن الاتحاد أنهى اتفاقه مع لوباتيجي وفي انتظار الإعلان الرسمي عن التعاقد خلال الساعات المقبلة. وكان نادي الاتحاد أعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الفني البرتغالي نونو سانتو بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق. وأشار الاتحاد عبر بيان رسمي إلى أن مساعد المدرب حسن خليفة سيتولى مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يلبي تطلعات وطموحات جماهيره. ومن جانب آخر يستعد طلال حاجي مهاجم نادي الاتحاد لتدشين ظهوره الأول مع المنتخب السعودي بعد ضمه لقائمة الأخضر في معسكر الإحساء استعدادا لخوض مباراتي باكستان والأردن في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وآسيا 2027. هذا ويصل سن طلال حاجي مهاجم الاتحاد الصاعد 16 عاما وشهرين في يوم المباراة الأولى للمنتخب السعودي أمام باكستان في الإحساء إذا شارك فيها، وبالتالي لن يسعفه عدد الأيام ليصبح أصغر لاعب يمثل الصقور. وبذلك يحتفظ أحمد جميل المدافع المعتزل بلقب أصغر من مثل الأخضر السعودي، حيث خاض مباراته الدولية الأولى وهو ابن 16 عاما و53 يوما. وينضم طلال حاجي إذا شارك أمام باكستان
إلى قائمة اللاعبين الذين مثلوا المنتخب السعودي قبل سن 17 عاما، وهم أحمد جميل وخالد مسعد وعبد الرحمن الرومي. ويعد أحمد جميل هو أصغر لاعب شارك في تاريخ الأخضر، وهو بعمر 16 عاما و53 يوما، ويأتي خلفه خالد مسعد بعمر 16 عاما و87 يوما، ثم عبد الرحمن الرومي بعمر 16 عاما و117 يوما. هذا ويكتب طلال حاجي اسمه في القائمة كثاني أصغر اللاعبين في تاريخ المنتخب السعودي في حال تواجد بأي من المواجهتين القادمتين. هذا ويلتقي المنتخب السعودي مع باكستان يوم الخميس المقبل في مدينة الأحساء ضمن مباريات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وآسيا 2027، ثم سيحل ضيفا على الأردن في العاصمة عمان في 21 من نوفمبر الجاري. ومن جانب آخر حصل محمد كنو لاعب وسط الهلال على جائزة أفضل هدف في الجولة 13 من الدوري السعودي، وتفوق على منافسيه، حيث نافس كنو بهدفه الرائع في شباك التعاون خصميه البرازيلي إيغور كورنادو لاعب الاتحاد بهدفه أمام أبها، وأليكس ظهير أيسر نادي النصر ضد الوحدة. هذا وقد أعلن حساب دوري روشن السعودي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي عن فوز نجم الهلال بأفضل هدف في الجولة المنتهية قبل خوض فترة التوقف الدولي. وجاء اختيار الجماهير لهدف كنو على حساب الهدفين الآخرين من خلال التصويت عبر حساب الدوري السعودي على منصة التواصل الاجتماعي، فيما ساهمت الأهداف الثلاثة في الانتصار على الخصوم، حيث سجل كنو في الفوز على التعاون بثنائية نظيفة، وهز كورنادو شباك أبها في الفوز الكبير برباعية مقابل هدفين، وأحرز أليكس هدفه في هزيمة فرسان مكة بنتيجة 3-1. ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة. وفي سياق منفصل يرى رياض محرز لاعب الأهلي السعودي أنه لحق للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، والتي سيتم الإعلان عنها في 11 من ديسمبر المقبل. وتستضيف مدينة مراكش بدولة المغرب حفل جوائز الاتحاد الإفريقي كاف الشهر المقبل، وذلك للكشف عن جوائز الأفضل لكل من لاعب ومدرب ولاعب صاعد ومنتخب وناد. هذا ولقد أعرب نجم الأهلي عن استحقاقه الفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء في النسخة الحالية على حساب المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال. وصرح محرز عبر صحيفة ليكيب الفرنسية بأن الخيار المنطقي هو منحه الكرة الذهبية الإفريقية لأنه حقق الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي عكس بونو الذي فاز بالدوري الأوروبي فقط. هذا ويعد حارس مرمى المنتخب المغربي هو المرشح المفضل للفوز بالجائزة نظرا لما قدمه مع الأسود الأطلسي في كأس العالم 2022 في قطر، والمساهمة في حصد المركز الرابع في المونديال في إنجاز تاريخي للكرة العربية والإفريقية. هذا ولقد رحل الثنائي إلى الدوري السعودي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، حيث انضم رياض محرز للأهلي قادما من ويلفرهامبتون، وانتقل بونو للهلال قادما من إشبيلية الإسباني.